بعد الغياب، بعد الغياب، بعد الليالي المر في حضن العذاب، عاد الحبيب المنتظر، عاد الحبيب المنتظر، عود المستطاع. ده الدور الراعي بتاع البيئة، وهو عمل الجروب اللي اسمه المؤقت زيارة شركة الجزيرة. عاد الحبيب المنتظر، عاد الحبيب المنتظر، عود المستطاع. بدر الدين محمد نور، فنان تشكيلي، خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 1980 قسم التلوين، من أبناء مدينة المدني، الدراسة النهر الأولية، الأميرية الوسطى، النيل الأزرق، الثانوية، كلية الفنون. تخرجت من قسم التلوين واغتربت، عملت في السودان في المتحف القومي، ثم اغتربت في السعودية، ثم في ليبيا، ثم العودة والعمل في السودان. متزوج وعندي أولاد وبنات والحمد لله رب العالمين. اللوحة دي هي كانت طبعا موجودة هنا، ربنا جاب المطبعة هنا وما بتطلع من المطبعة إلا بأمر محمد. هي واحدة من سلسلة لوحات للتوثيق للمبدعين بتاع المدني، وده الجيل الأول، جيل سرور والكاشف والخير عثمان. الكاشف سرور، الخير عثمان محمد مسكين، عوض الجاك. الناس في بعض الناس ما حيعرفوا الأسامي دي. ثنائي الجزيرة، رمضان زايد والدلمين، محجوب عثمان، رمضان حسن، وأبو عركي. اللوحة، تفضل يا محمد، تفضل. أشتغل في مجال التصميم، وأدخلت يعني التصميم بالكمبيوتر في السودان في العمل التجاري، وقمت بتدريب العديد من الأبناء في مجال التصميم في بداياته. زيارتنا لمدني هي بدعوة كريمة من الأستاذ محمد عبد النبي محمد علي، مدير مطبعة الجزيرة، مدير شركة الجزيرة للطباعة والنشر، لإقامة فعالية تشكيلية وهي أكبر من معرض. فتم عمل معرض جماعي وتم افتتاحه من قبل المطبعة، وافتتحوا البروف هاشم مدير جامعة مدني الأهلية بحضور المثقفين وأسرة المطبعة الكريمة، وأقمنا محاضرات متخصصة يعني غير عادية في مجال التقنيات والطباعات المختلفة التي تستخدم في طباعة العملات، ومحاضرات عن النشر التشكيلي، ومحاضرات عن التصميم بالبرامج يعني بالأدوب إليستريتور، وهو من البرامج التي يعني لا ينتبه إليها كثير من المصممين. وكان يعني أبناء مدني من التشكيليين يعني كانوا يستقبلون بحفاوة كبيرة جدا، وكانت في فعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية. لهم الشكر ولأسرة المطبعة على رأسها محمد الزميل محمد عبد النبي الشكر الجزيل،
وللجنود المجهولين الذين يعني سهروا ودأبوا على راحتنا وعلى خدمتنا، لهم الشكر الجزيل. ونسأل الله أن نكون يعني إننا كنا عند حسن ظنهم وقدمنا لهم ما يفيد، وفي الشق الطباعي وقدمنا ما يفيد لمدينة والمدني، وهذا واجبنا نحوها. يا للهوى يا للشباب يا للهوى يا للشباب يا للهوى يا للشباب يا للدعاء المستجاب. هنالك مهارات أخرى أو هي كانت هوايات واتطورت فيما بعد، يعني بقت جزء من الملكات، اللي هو طبعا الملكة الأولى الفن التشكيلي والرسم والتصميم. ودرسنا الموسيقى وهي كانت جانب آخر مصاحب. كثيرون لا يعرفون أني وزملائي جميعنا درسنا النوتة الموسيقية، السولفيج، وكلنا نعزف الآلات الموسيقية بأنواعها، وبعضنا يعزفها باستخدام النوتة. وفي الماضي كونا فرقة وأقمنا حفلات، وهذا جزء من تاريخنا، ولا زال في القدرات بقية. في غيابك أضناني الألم، في غيابك أضناني الألم، فقدت لي لأيام مزار، اندس في قلبي النغم، انبت في عيوني العذاب، أصبحت أشعر كالسجين لو مرة نسمات تطور من خلف شباك الحزين، تنهل من الورد العطور، السلوى في ضمة حنين، السلوى في ضمة حنين، الذكرى في رؤيا السارة،
سر العذاب نبع الحنان عمري في قلبي الودود غنت على نبع الزمان من وحي أنغام الخلود نحن التقينا على أمل نحن التقينا على أمل فعلى ما هجران وصولوا فبحق من جعل القلوب شوقا وتحنان تذوب فبحق من جعل القلوب شوقا وتحنانا تذوب لا نفترق لا بعد اللقاء بعد الأمل بعد الرجاء بعد الصفا عاد الحبيب المنتظر على الحبيب المنتظر عودا حميد مصطفى